السلام عليكم. خبر نزل يوم الخميس اللي فات، طبعا ما لحقتش ان انا اقرا فيه كويس وافهم قوي يعني الفتره اللي فاتت دي، فقلت ايه استنى علشان اشوف يعني. المهم الخبر ده عباره عن البنك المركزي قرر خفض الفايده بنسبه 100 نقطه اللي هي ما معناها 1% يعني. ف مش عارف بعد كده قال لك الاقتراض هيبقى 24 و25 باين. المهم خفض الفايده. فالمهم عمال اقرا واحاول افهم. طبعا انا مش هقول ان انا اقتصادي وبفهم قوي ومش عارف ايه، بس اللي انا قدرت اجمعه ان الحكومه قالت انها عملت كده بسبب الامكانيه على السيطره على التضخم. انا بصراحه مش فاهمها فين ده السيطره، اللي انا على حد فهمي وحد اللي انا عرفت اقراه وعرفت اجمعه ان السيطره على التضخم ده معناها ان الاسعار والحياه تبدا تتظبط، وده ما بيحصلش، كل حاجه عماله تزيد. فعلى ما اعتقد ان هم بيشتغلونا يعني. فدي حاجه. الحاجه الثانيه قريت بقى مقاله دي اللي دخل دماغي قوي يعني، يقول لك المستفيدين والمتضررين من قرار البنك المركزي خفض الفايده. قال لك المستفيدين مين؟ قال لك الشركات الخارجيه او الشركات عامه يعني اللي بتقترض فلوس من البنوك. الحكومه طبعا، الشركات طبعا عشان هتدفع فايده اقل. الحكومه علشان طبعا اكيد اللي هي الفلوس اللي هي بتضطر تدفعها لعوائد البنوك هتبقى اقل. البنوك ذات نفسها طبعا ده معروف، لان هم مش هيدفعوا فايده اللي هم المودعين بنفس الدرجه، لان برضو اللي بتنزل على الايداع في مين تاني كان هم 4 أو 5 المستفيدين يعني، كل حد سأل. بعدين المهم يعني بعدين لقيت المتضررين هو تقريبا 1 أو 2 اساسهم اصحاب الودائع. يعني بمعنى اصح ان هو التقرير ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان كل الناس وكل الفئات وكل حاجه تستفيد من خفض بتاع ده الفايده باستثناء المواطن. لان مين اللي هيحط في فلوسه في البنك علشان يقدر يحوش او يعمل حاجه في الوقت اللي احنا فيه ده؟ هو المواطن. يعني معنى صح اي حد هيستفاد الا المواطن. هو ده اللي انتوا بتقولوه لنا، وبعد كده ترجعوا تقولوا احنا سيطرنا على التضخم او قللنا التضخم. فين؟ انا عايز افهم فين. ما هو اللي كان المتحدث مجنون فالمستمع عاقل. فاحنا المفروض لو انت بتسيطر على التضخم المفروض نشوفه بعينينا على ارض الواقع، مش ان احنا نقعد بس نتكلم بعدين في الاخر ولا الهوا. مش عارف، كل حاجه ماشيه شمال على راي الراجل اللي عدى دلوقتي. كل حاجه ماشيه شمال وربنا يستر علينا. المهم اتمنى، برجع تاني اقول اتمنى الحكومه ما تاخدش قرارات ان هي شايفه ان هي بتشوف مصلحتها، بس انت المفروض ما تشوفش مصلحتك انت، تشوف مصلحه المواطن فين. يعني مثلا لسه من كام يوم بتقولوا هنبطل اقتراض، وبعد كده بعدها بيوم هيقترض 3 مش عارف كام مليار دولار من اوروبا. شوفونا احنا عايزين ايه؟ احنا محتاجين ايه؟ احنا البلد مش عباره عن انتوا واحنا 2 ضد بعض. البلد المفروض هو الشعب، وانتوا شغالين على راحه الشعب. طبعا ده مش بيحصل. المهم في الاخر انا عايز الكل بس يدعي لاخواتنا وربنا يصبرهم ويثبتهم وينصرهم، وربنا ياخد اخواننا البعد. السلام عليكم.